السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ طيب. ده اللايف اللي انا اعلنت عنه من شويه، ان شاء الله يعني نص ساعه كده، ملحقتش بدري اعلن عنه، لكن الاسئله دي بتيجي كتير قوي، وفكره تراود كل من هو مهتم بالشأن في السيارات. قبل ما نتكلم، اللايف ده مهم جدا وهسرد لك فيه لو انت مزنوق او مضطر ايه هي انسب الكاتيجوريز بتاعت العربيات اللي انت ممكن تشتري فيها في ظل ارتفاع مصاريف تشغيل السيارات وعبء كبير. ارتفاع مصاريف تشغيل السيارات يعني بنتكلم عن اسعار قطع الغيار، وكمان اسعار الصيانات، وارتفاع كلفة المحروقات، اللي يعني خبر مش جديد يا جماعة. الناس بتقول لي علق على ايه؟ خبر مش جديد. نحن نعلم ان الدعم سيرفع تدريجيا عن المحروقات، يعني مصاريف تشغيل عربيتك وعشان تمشيها والبنزين لن تصبح في امكان الجميع، والكلام ده احنا قايلينه من زمان. طيب الكلام ده مهم قوي، فاعمل له شير، لان دلوقتي معرفش ليه اللايف فيديوز ما بقتش بتوصل للناس كلها، فاعمل له شير علشان دلوقتي هقول لك لو انت مضطر، وهشرح ليه لو انت مضطر، ليه مش اي حد، الكلام ده ليه مش موجه لاي حد. لو انت مضطر حاليا ولا بد ان تشتري سياره، ايه هي انسب السيارات اللي ممكن توفر لك فلوس، واللي ممكن فعلا مصاريف التشغيل ما بعد امتلاك السياره ما ترهقكش، ما تتعبكش، ما تبقاش مصاريف دخل زي ما بتصرف على بيتك مثلا. تمام؟ وهقول لك دلوقتي ايه الفرق بين مصاريف تشغيل العربيه دي والعربيه دي، لكن اعمل شير لللايف ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس وانت بتتفرج كده، عشان اجيب لك الخلاصه واقول لك الزتونه ايه. طيب بص يا سيدي الفاضل، هناك نوعان من السيارات متواجده بالاسواق. ما هو انا عشان حضرتك بتقول لي وانا شفته بالصدفه، للاسف اللايف فيديوز ما بقتش توصل للناس كلها، فعشان كده بقيت اطالب بالشير دايما، وان الناس تعمل شير للفيديوز عشان توصل لعدد كبير من الناس. ف هقول لك في نوعين من السيارات في الاسواق الان. لو انت مضطر، الان الوضع في الاسواق المصريه لسه تقرير امك عن شهر يناير صادر، وهحطه لكم تفصيليا. التقرير وصلني، هناك سيارات ما باعتش بنسب 90% مقارنه بالعام الماضي. تمام؟ وهناك سيارات 0% ما باعتش عربيه واحده، وسيارات هتتصدم لما تعرف هي ايه في شهر يناير. وهذا ينفي كلام الساده الهبيده والساده المنتفعين بتوع اجري حالا بكره قبل النهارده. يا عمي انت مالكش دعوه بيه، انت مش هتحط له في جيبه فلوس. سيب المواطن ده في حاله، هو اعلم بدخله، هو اعلم باولوياته، هو اعلم هو عايز يشتري ايه، عايز يشتري لبس، عايز يشتري اكل، عايز يشتري عربيه. يعني سيبه في حاله، بطلوا فتي بقى عشان ايه؟ العمولات والجو ده. تمام؟ فالسيارات الهنديه يعني سوزوكي يا جماعه، سوزوكي تمام، ما باعتش عربيه واحده في يناير. يعني صدمه. سوزوكي الاولى مبيعا الاشهر اللي فاتت، في السنه اللي فاتت ما باعتش عربيه واحده. السيارات اليابانيه انخفضت مبيعاتها 73%، السيارات الامريكيه 90%، السيارات الكوريه حاجه و80% انخفض في المبيعات في شهر يناير اللي عدى علينا ده. فليه بقول لك لو مضطر؟ لاني من غير ما اقول لك انت بقيت خلاص عارف اولوياتك ايه في ظل ظروف الوضع الاقتصادي العالمي والحرب الدائره والضغط الاقتصادي ورفع الفائده في امريكا وكل القصص اللي احنا بنشوفها دي. بس اعمل شير الكلام ده لان الكلام ده مهم. فما اهو كل دولة تأثرت، فلازم تبقى عارف انك انت بقيت عارف اولوياتك. فالمواطن دلوقتي اللي معاه عربيته القديمة زي الفل والدنيا تمام وعارف هو حاله ايه، والمواطن اللي كان مش قادر يركب عربية زمان اصبح مش قادر خالص دلوقتي، فهو عارف خلاص بيمشي حاله، المواصلات موجودة والحياة ماشية، والسيارة ليست كما قلنا من قبل جهاز تنفس، يعني هتعرف تعيش وتاكل وتشرب من غيرها، الحياة بتعدي. وسيلة مريحة جدا ووسيلة هامة للانتقال، لكن إن لم يكن في الإمكان يا سيدي الفاضل، هذا هو يعني الوضع وتلك هي الحقيقة. تمام؟ لكن تعالى بقى نروح للمواطن المضطر للشراء. الواقع ايه؟ عشان ما نقعدش نضيع وقت، انت بتلاقي قدامك نوعين من انواع السيارات في مصر متواجدين حاليا، ومتواجدين بالنوع الثاني هفصل لك، اللي هو النوع المهم اللي انا جاي اتكلم عنه النهارده، اللي هو السيارات الكهربائيه. موجوده
في ماركت خارجي بعيد عن التوكيلات، وابتدت تبقى موجوده في التوكيلات. والنوع الاول هو نوع سيارات البنزين المتواجده مفترض عن طريق التوكيلات المصريه والموزعين والتجار. طيب سيارات البنزين المتواجده عن طريق الوكلاء الرسميين اسعارها خلاص بقت باهظه، وانا هفضل مصر على رايي. ما تقوليش رشح لي عربيه قيمه مقابل سعر. الان وبكل صراحه لا توجد سياره في مصر قيمه مقابل سعر، لكن المضطر يركب الصعب. انت احيانا مضطر، فبتيجي مثلا تقول لي مش انا اشتريت كذا ب1.5 مليون، مبروك، خلاص انت اعلم بظروفك، وانت اعلم ان الان تلك القيمه توازي السعر اللي انت قادر تدفعه ومتطلباتك واحتياجاتك، واكيد انت حاسب مصاريفك. لا يوجد شخص على وجه الارض اعتقد مش حاسب حسبته، يعني واللي ما بيحسبوش حسبتهم للاسف بيتورطوا جامد جدا، وديون واقساط، والمعيشه بتبقى صعبه يعني، فانت بتبقى عارف. طيب سيارات البنزين الان فيها مشكله كبيره جدا انت لا تدري بيها، وانا حطيت على عاتقي تلك القضيه بقالي سنين وحاربت فيها كتير معاكم، والناس القديمه اللي معايا هنا بقالها 6 و7 سنين عارفين القصه دي كويس. مصاريف التشغيل التي لم تكن طول عمرها في مصر جيده او متوسطه حتى، لا باهظه، لكن الان كلفه مصاريف التشغيل ارتفعت من سعر معين الى ضعفين واحيانا 3، يعني حاجه غريبه جدا. فتجد الصيانه اللي كانت ب 1200 جنيه وب 1600 جنيه اصبحت ب5 وش كده. تجد الصيانات اللي فيها تغيير سيور او زيت فتيس او الكلام ده لسيارات اقتصاديه، لما تسمعها دلوقتي هتذهل. الكلام ده مهم قوي يا جماعه، فاعمل شير، اعمل شير وانت بتتفرج. تجد سيارات مثلا زي لادا جرانتا، زي شيري اريزو التجميع المحلي، زي نيسان صاني، الصيانات دي بقت تبدا من 7000 جنيه حتى 12000 جنيه. طب ده معناه ايه يا محمود يا خيري؟ ده معناه ان كلفه قطعه الغيار كمان ارتفعت، احيانا ضعف وضعفين. فانوس الهالوجين اللي حضرتك كنت بتشتريه ب 3000 جنيه وب 2600 جنيه اصبح ب 7 و 8000 جنيه. الفانوس الليد اللي حضرتك كنت بتشتريه ب 12000 جنيه اصبح ب 26000 جنيه. هتقول لي انت جايب الكلام ده منين؟ هقول لك خد عندك، ايه ده بس؟ تويوتا بيلتا الفانوس اللي كان موجود في اختها سوزوكي سياس ب 12000 جنيه اصبح ب 26000 جنيه لسياره هنديه اقتصاديه فقيره لطيفه بتقدم مضمون اقتصادي جيد. فلازم تبقى عارف كلفه مصاريف التشغيل. طيب كلفه مصاريف التشغيل دي سعر الكاوتش مثلا اللي حضرتك بتستهلكه، وله عمر افتراضي وله صلاحيه، ومفترض ان حضرتك تغيره كل 3 سنين ان لم يتعرض لحادث من بلاعه، مسمار، بالونه، الجو ده. وخصوصا ان معظم السيارات دلوقتي بقت تنزل البروفايل بتاع الكاوتش على 40 وعلى 45، واصبح ده بنجده في سيارات محدوده يعني، تمام؟ فانت معرض للبلاعه والبالونه دي كل وقت. طيب فردة الكاوتش اللي كانت ب 800 جنيه اصبحت ب 3700 جنيه، فردة الكاوتش اللي كانت ب 1600 جنيه حسب بروفايل الكاوتش وحسب المقاس اصبحت ب 6 و7 و8 واحيانا مش متواجد. طيب ده ينقلنا لايه؟ ده ينقلنا ان حضرتك لو مضطر لازم تبقى عارف ان كلفة شراء من البدايه كده، انت معاك فلوس ورايح تشتري عربيه، كلفة شراء السياره البنزين، كلمتين بقى اللي قالوهم دول بقى، دول الخلاصه، دول الزبده بقى عشان تبقى فاهم. كلفة شراء السيارة البنزين غالية جدا جدا، خلاص أصبحت غالية. أصبحت نيسان صاني ب 500,000 جنيه، أصبحت سوزوكي سويفت ب 620,000 جنيه، سوزوكي بالينو الاقتصادية الهندية البسيطة دي أصبحت سيارة قد تكلفك 650,000 جنيه. هايونداي توسان، السيارات المحببة للمصريين، أنا بكلمك عن ده يعني في الفئات الاقتصاديه وفي الفئات المتوسطه. هايونداي توسان، مش هطلع انا المرسيدس وبي ام دبليو والاس والبس والمايبخ يعني، لا دول عارفين بيعملوا ايه. انا خليني اتكلم معاك انت زي ما انا متعود اتكلم معاكوا دايما. اصبحت هايونداي توسان ب 1,200,000 ومليون 300، كيا سبورتاج 1,500,000، سكودا اوكتافيا 1,200,000، تويوتا كرولا 1,000,000 و1,100,000، وتبدا من 800 و850 الفئات الفاضيه. رينو ميجان 1,000,000 جنيه يعني. فالعربيات دي ما اصبحش سعرها بسيط. هنا هيبقى عندك شقين، ما تجيش تقول لي انا لازم اغير، لا ما تغيرش خالص يا فندم. لو حضرتك معاك عربيتك حتى ومشيها الحال يا عم، انت عارف عيبها ايه، تركب تيش ميزان، بتركب بطاحه، مشي حالك، مشي حالك وما تغيرش خالص. الكلام اللي انا بقوله لك ده مش مستفيد عليه شيء. ولما حضرتك ما تشتريش عربيه
انا مش هستفيد حاجه، انا راجل عندي مشروع خدمي للسيارات، لكن هستفيد ان انا ما ضللتكش، ما رحتش قلت لك يا عم روح غير بقى عربيتك اللي ادمت دي، اصل مش عارف ايه ده هتفتح بقها لا يا عم، خليها تفتح بقها، المصاريف دي اقل من انك تحط مليون جنيه في عربيه جديده، تمام، وتدين نفسك والكلام ده. لكن اللي بيقول لك غير عربيتك ده بيلبسك في حيطه، يعني ليس الوقت المناسب يا سيدي الفاضل، احفظ مالك في حته تحفظه من التضخم. نرجع بقى لنقطة أخرى، هتيجي بقى تقول لي الباشمهندس نجيب ساويرس لسه مغير عربيته، مالكش دعوة بقى بالناس دي، مالكش دعوة باللي معاه وبيغير، خليك في حالك تمام؟ ويعني ربنا فضلنا على بعض في الرزق، مالكش دعوة بحد، خليك في حالك. طيب نروح بقى للشق الثاني، يعني انت لو احنا متفقين اهو انك انت لو بتشتري سيارة بنزين متوسطة الحالة الاقتصادية قد تدفع مليون جنيه. طيب ايه بقى الموازي لده اللي مش هيكلفك كلفة الراننج كوست ما ياتي بعد الشراء؟ الموازي لتلك السيارات البنزين اللي مش هيكلفك الراننج كوست، اللي هو تعال احسبه متوسطات معاك. الان سعر المحروقات ارتفع الارتفاع اللي كان جاي، ووارد انه يرتفع تاني، الله اعلم، طبقا للظروف الاقتصاديه وطبقا لكل حاجه وارد انه يرتفع تاني. فتعالى نحسب مثلا انت راجل بتستهلك بنزين، انا هحسب متوسطات يا جماعه، لكن في ناس بتستهلك اكتر من كده بكتير قوي. تعالى نحسب لحضرتك انك انت مثلا بعربيتك تنكها 60 لتر التفويله مثلا، وحضرتك بتستهلك مثلا 60 لتر دول بيمشوك في الزحمه وفي مشاويرك والنادي والاولاد والمدرسه والشغل والكلام ده، بيعملوا معاك مثلا من 500 ل 600 لتر، تمام، اسبوعيا. جميل. وانت بتفول تفويله اسبوعيا، فال 60 لتر بنزين هيكلفوا حضرتك حوالي 700 جنيه بالتبس اللي بتسيبه 5 بقى ولا 10. اوعى ما تسيبش، ما تجيش على الغلبان، تمام؟ اوعى ما تسيبش مهما حصلت ظروف، عشان 5 جنيه او 10 جنيه دي اللي هترجع لك 10 اضعافها ان شاء الله وتبارك في رزقك يعني. تمام؟ فبيكلفوك 700 جنيه اسبوعيا. طب ال 700 جنيه الاسبوعيا دول يعني حضرتك بتفول التفويله دي انت بتمشي في الشهر من 2000 ل 2500 كيلو، تمام؟ المتوسطات المعقوله لرجل اعتيادي او ست اعتياديه بتروح شغلها وتيجي ومشاويرها والكلام ده. طيب يعني 700 جنيه اسبوعيا في 4 اسابيع بحوالي 2800 جنيه. طيب متوسطات الصيانه، السياره البنزين تفرض على حضرتك، الكلام اللي انا بقوله ده مهم جدا ومعلومات مهمه ليك عشان تبقى عارف لو مقبل على شراء سياره. تفرض على حضرتك اما كل 10,000 كيلو ان تذهب لتوكيلك حفاظا على الضمان، او كل 6 اشهر لابد ان ينزل الزيت. تلك هي البوليسي اللي بقوا ماشيين عليها، وتلك ما انزل الله بها من سلطان. على فكره انا بقول لك اهو الكلام ده غلط يعني، بس التزام بالضمان، يا هتروح كل 6 شهور يا هتروح كل 10,000 كيلو تنزل زيتك وتغير فلاترك والكلام ده، والبوجيهات والقصص بقى اللي هم حاطينها في السكادول بتاع الضمان، تمام؟ فيبقى انت مطلوب من حضرتك كده قول متوسطات الصيانتين اللي هتعملهم في السنه، كل 6 اشهر يعني كل 12 شهر هتعمل صيانتين، متوسطات الصيانات دي هيكون يا سيدي الفاضل حوالي 20,000 جنيه الصيانتين بالقصص والكلام ده كله. مصاريف الترخيص هحسبها دلوقتي، هكلمك في ده، ومصاريف التامين ولو مقسط والكلام ده كله. طيب يبقى مطلوب من حضرتك، بس انا بحط معايا مصاريف الرننج كوست بعد كده، انا يعني خلينا نتكلم مصاريف الصيانات ومصاريف البنزين، يبقى عشان نحسبها على شهري ننزل بالصيانات دي نقوم حاسبينها على شهري، يبقى نقول ان حضرتك 20,000 جنيه في السنه مع البنزين 2800 جنيه شهريا، يبقى مطلوب من حضرتك حوالي متوسطات من 4000 ل 4500 جنيه شهريا ثابت تقتطعهم عشان انت متوسطات عاديه، عشان تمشي حالك، تحط بنزين في عربيتك وتعمل صياناتك وتحفظ ضمانك عربيتك الزيرو، تمام؟ يبقى مطلوب من حضرتك ايه؟ يبقى مطلوب من حضرتك 4500 جنيه شهريا. ما يوازي هذا والنوع الثاني المتواجد في الاسواق دلوقتي السيارات الكهربائيه، والتي تقاوم باساطير، وانا اسف في اللفظ مش لاقي توصيف تاني، جهل بالشيء. مش بقول اللي بيهاجمها جاهل، لا، جهل بالشيء. وكالعاده اي تكنولوجي جديده تقاوم وبيطلع عليها شائعات وبيطلع عليها ترهيب، ويبقى الحرس القديم يتمسك بما يمتلك. البنزين ما تلاقي بقى الميكانيكي، وتلاقي مسؤول الصيانه، وتلاقي مش عارف ايه، وتلاقي مالك العربيه تقاوم ويطلع عليها اشاعات. لكن السيارات الكهربائيه يجب ان تعلم يا سيدي الفاضل ان السياره المثيله للسياره اللي هتمشيك من 500 ل 600 كيلو الكهربائيه ستستهلك من حضرتك تلك السياره حسب وزنها
وحسب السبيكس اللي متقدمه بيها هتيجي ببطاريه كهربائيه حوالي من 64 كيلو وات ل 85 كيلو وات. هتقدر تمشيك نفس المسافه حسب وزنها وحسب ما تقدم وحسب سعه الركاب وحسب ما تقدم. هتمشيك برضه من 500 ل 600 كيلو في الاسبوع. تمام؟ طيب السياره دي بتتكلف شحنه قد ايه؟ تتكلف من 80 ل 100 جنيه. يبقى دي اول بند 2800 جنيه شهريا بنزين، عشان انت راجل متوسط بتمشي من 500 ل 600 كيلو في الاسبوع، بتفول 4 مرات في الشهر، يبقى السياره الكهرباء هتفول بحوالي 350 جنيه او 400 جنيه شهريا. نفس العربيه اللي هتمشيك بباتري 64 كيلو وات او حتى 85 كيلو وات حسب وزنها وحسب ما تقدم الكهرباء، هي نفس العربيه البنزين اللي بتفول ب 2800 جنيه هتفول شحنه كهرباء في منزلك وانت نايم مره واحده في الاسبوع ب 80 ل 100 جنيه، يعني من 350 ل 400 جنيه. يبقى حضرتك كده في اول بند وفرت 2400 جنيه. طب نروح لبند الصيانات. 20000 جنيه في السنه لو حضرتك تمتلك على سياره عاديه، يعني نيسان صاني، لادا انا لسه قايل لك في صيانه ب 12000 جنيه، لادا جرانتا، شيري اريزو، توسان، واوكتافيا. اوكتافيا قد تدفع الصيانه دي 22000 جنيه مره واحده في صيانه ال60. تمام؟ مثلا بديك امثله رينو ميجان بتاع قد تكلفك اكتر من كده. لكن خلينا نروح لبند الصيانات. طيب السيارات الكهربائيه انت غير ملزم خالص بصيانه في وقت محدد. ما بتغيرش زيت ولا فلتر زيت ولا فلتر بنزين ولا الكلام ده خالص. انت غير ملزم بصيانه في وقت محدد. انت ملزم بتغيير فلتر الهواء وفلتر التكييف كلما احتاج الامر فقط لا غير. انت غير ملزم باي شيء، فانت مش مطالب بصيانتين في السنه ولا حاجه، مش مطالب تروح تنزل الزيت، مش مطالب تعمل حاجه. تلك السيارات يعني تمشي ببركه ربنا كده والتكنولوجيا تمام؟ فلازم تبقى عارف ان بند الصيانات اهو اتشال من عليك. هتغير تيل الفرامل والطنابير والعفشه كلما احتاج الامر. والعربيات دي تكنولوجي ريجنريشن والكلام ده بيخلي الضغط على الفرامل وعلى العفشه والكلام، والقصه دي بتبقى منضبطه شويتين ثلاثه. فلو عمر الحاجات دي في العربيه البنزين يتراوح ما بين 30 ل 40000 50000 60000 حسب الاستخدام، قد يعيش معاك في السياره الكهربائيه اكتر. فانت بند الصيانات اتشال من دماغك لانك مش هتحس بيه. هتلاقي نفسك مثلا بتدفع 300 جنيه لفلتر هواء كل سنه مره مع موسم الشتاء. هتلاقي نفسك مش عارف الشتاء والصيف يعني هتلاقي نفسك مش عارف بتروح تغير كاوتش كلما احتاج الامر، بتغير تيل الفرامل كلما احتاج الامر. فالقصه كلها انك لازم تبقى عارف ان السيارات الكهربائيه قد يقل جدا مصاريف تشغيلها وقد تعطيك ما تعطيه لك السيارات البنزين. طب ايه المميزات الاخرى؟ المميزات وهقول لك العيوب دلوقتي عشان برضو تبقى انت اللي عامل بالانس وانت اللي موازن الكفه. المميزات الاخرى ان السيارات الكهربائيه كلها تاتي بانظمه امان وانظمه قياده ذاتيه لا تتواجد في السيارات البنزين مواصفه التوكيل في مصر للاسف. ستجد السياره الكهربائيه تقدم لك بلايند سبوت، ادابتيف كروز كنترول، مثبت سرعه ذكي، تقدم لك عدد من الايرباجات يبدا من يعني الحد الادنى 4 ايرباج حتى 8 ايرباج. تقدم لك بقى اللين كيب اسيست، تقدم لك كل انظمه القياده، الامرجنسي سيفتي بريك تتدخل هي بنفسها. سيارات ذكيه، تكنولوجي جديده حلوه يعني، زي كده المقارنه ما بين التليفون ابو زراير اول ما طلع والسمارت فون. تمام؟ يقدم لك كل حاجه في الحياه، والتاني كنت بترد وتشحنه ويقعد 10 ايام. لكن كل حاجه لها كلفه، التكنولوجي لها كلفه. تمام؟ لازم تبقى عارف ان السيارات الكهربائيه متاحه بالشكل الاكبر، وهقول لك دلوقتي افرج الاسعار ايه، متاحه بالشكل الاكبر خارج التوكيلات المصريه. ما زلنا لم نتوسع في الامر حتى الان، وتوكيلين فقط. هقول لك التوكيلين اللي قدموا عربيات بضمان للبطاريات 8 سنين او نص مليون كيلو. توكيل مصر حلوان قدم السياره الدونج فينج الاي 70 البرو بلس، وتوكيل ابو غالي قدم الجيلي جيومتري سي. تمام؟ كروس اوفر وسيدان متواجدين داخل التوكيلات. ليه بقول الكلام ده؟ علشان اللي بيقلق وعايز ضمان. لا يا عم انا خاف،
اصل بيقولوا البطاريه دي هتمسك في وشي، اصل بيقولوا العربيه دي هتديني يعني اهو انا بديك الخيارات داخل التوكيلات. هناك نوعين من السيارات متواجدين الان، وتوكيل بي ام طبعا لو انت في الليفل اللي فوق مقدم الاي اكس والاي اكس 1 والاي اكس 3 ومقدم عربياته الكهرباء. بس انا بتكلم على الليفل يعني اللي الناس بتشتري فيه. تمام. تلك السياره الاولى الدونج فينج سعرها 897,000 جنيه، والسياره الاخرى من 1,100,000 حتى 1,200,000 الجيلي جيومتري سي. طيب العربيات الكهرباء دي لو انت هتجيبها، لو انت ما بتقلقش ولو انت بقيت مطمن، لان هناك مراكز خدمه خلاص. وعايز اقول لك ان الاي دي 4 والاي دي 6 كل قطع غيارهم موجوده في مصر دلوقتي. طب انا راجل يا عم ما بقلقش، والعربيات دي ما بتحتاجش ومفيش راننج كوست ومفيش صيانات، والتكنولوجي دي امنه بعض الشيء، وتطور قوي صناعه البطاريات والقصه دي. لا يا عم انا قلبي جامد، اديني الخلاصه بقى، انا عايز اركب بمزاجي. هتركب بمزاجك يبقى هتركب من اول 400,000 جنيه حتى 1,600,000 جنيه. انا بتكلم على الفئه اللي يعني اللي بقت تجيب عربيات يعني طب ايه يا محمود يا خيري العربيه اللي ب 400,000 جنيه اللي ممكن اروح لواحد بتاع عربيات كهرباء يجيبها لي؟ هقول لحضرتك دلوقتي. جيلي جيومتري الاي اكس 3. تمام. تلك السياره تاخذ 5 افراد، بتمشي 320 كيلو متر في الشحنه، هتكلفك 45 جنيه شحنه. العربيه دي سعرها 400,000 جنيه، كروس اوفر صغيره الحجم مدمجه ولكنها واسعه من جوه، فيها تكنولوجي كويسه وفيها سيفتي فيتشرز كويسه وفيها موتور كهربائي جيد ومحترم، والمدى بتاعها 320 كيلو متر في الشحنه الواحده. دي سعرها 400,000 جنيه. طب عايز اطلع فوق شويه محمود يا خيري وبتاع، مفيش حاجه في بي واي دي اي 2 سياره هاتشباك برضه واسعه الحجم، ممكن تاخد 5 افراد، جيده قد الليون كده وشبهها، وبتكنولوجي كويسه قوي من بي واي دي، وسعرها 600,000 جنيه. طب ما تاخدنا بقى فوق يا محمود، روح بقى للاي دي 3، روح للشيفروليه مينلو، روح لاي دي 4 الاكثر شهره في مصر، روح لاي دي 6 لو عايز 7 سيتس، عربيات كتير قوي، اي اكس 3 من بي ام، اي كيو بي من مرسيدس. اركب بقى اللي انت عايز تركبه، اركب بقى تسلا، اركب اللي انت عايز تركبه. ويجب ان تعلم ان كل تلك السيارات متواجده عبر مقدمي الخدمات من المستوردين للسيارات الكهربائيه. يعني هتجد سيارات كهربائيه من 400,000 جنيه حتى 1,600,000 جنيه وحتى 3 مليون جنيه، انت حر بقى كل واحد حسب ما يمتلك. وتلك السيارات الميزه فيها ان الراننج كوست شبه منعدم، ب 400 جنيه هتمشي الشهر كله. وكمان ممكن لو جبت عربيه على قدك كده، لو انت مشاويرك 300 400 كيلو في الشهر، قد تمشي بحوالي 180 جنيه فقط. تمام. والصيانات زي ما شرحت لك من قبل. طيب عم محمود يا خيري لا مش عاجبنا كل ده، انا اعمل ايه؟ الزيرو لمن لا يمتلك انساه بقى شويه. خلاص بنقول الكلام ده من زمان، انساه بقى شويه، ما اصبحش في الامكان، وما عنديش ترشيحات للزيرو الصراحه. ارشح لك ايه في الزيرو؟ ضميري لا يسمح ان ارشح سياره الان. ظروفك انت بقى اللي تسمح، انت حر، روح اشتري اللي انت عايز تشتريه. لكن الزيرو صعب. طول عمرنا ما وقفناش ترشيحات المستعمل، اشتري مستعمل، لكن المستعمل دلوقتي ملوش ريفرنس ترجع له. الكل يسعر بالمزاج. فان وجدت صاحب سياره مستعمله بيسعر بسعر منطقي معقول عاقل وسط الخزعبلات اللي في السوق، اشتريها اي وقت يعجبك براحتك خالص. لكن هذا اللايف كان لشرح مصاريف التشغيل التي قد توازي من 30 ل 40% من ثمن العربيه بعد 6 سنين، اللي هي الفتره المعقوله المتوسطه لامتلاكك سياره وتبقى خلصت عليها وعايز ترميها وتبيعها وتجيب واحده جديده. قد تدفع 40% من مصاريف تشغيلها. ليه بقول لك العربيات الكهرباء قد تكون بديل كويس؟ لانك حتى العربيات الكهرباء لو غاليه توازي سعر البنزين او اقل منه سنه. وهقول لك ليه اقل منه سنه، انا مش جايب الكلام ده من عندي. يعني الاي دي 4 اللي بتتقدم من 1,200,000 ل 1,350,000، اختها نفس الاخت الفولكس فاجن التيجوان بتتقدم ب 1,750,000. الاي دي 6 اللي بتتقدم ب 1,600,000 و 1,650,000، اختها الكودياك الان سعرها 2 مليون جنيه. من 2 مليون ل 2 مليون ونص. تمام؟ هتجد السيارات الكهربائيه ارخص سنه كمان من العربيات البنزين. فانك بتشتري كده كده غالي، خلاص اشتري ما سيوفر لك وسيجعل مصاريف الحياه سهله. لان انا لسه ما ذكرتلكش ان العربيه الكهرباء بتترخص ب 1200 جنيه.
لكن انت قد يذهب بك ترخيص السياره ال 1600 سي سي الى 8000 جنيه و9000 جنيه، وقد يذهب بك ترخيص السياره ال 2000 سي سي من 20 ل 25000 جنيه. يعني تمام، في المره الاولى يعني اللي فيها دفع الضريبه. لكن السياره الكهربائيه بتترخص ب 1200 جنيه. تمام. لما نحط على ده، لو حضرتك بتقسط وتلك يعني نسبه توازي 60%، ومع ارتفاع تكاليف الفايده، يبقى الرننج كوست او مصاريف التشغيل اللي هو حضرتك بتقسط مثلا 8 9000 جنيه في الشهر، حط عليهم 4000 جنيه مصاريف الصيانات الشهريه المتوسطات ومصاريف البنزين، لا كتير قوي عليك. كفايه بقى شيل دي. حتى لو هتقسط عربيه كهرباء يبقى يا اخي انت ملتزم بالقسط بس، لكن مصاريف التشغيل دي انت ناسيها. بتشحن ب 50 60 جنيه وما بتغير تيب فرامل كل قد ايه وبتاع. فتلك هي الحسبه الاقتصاديه المحترمه لك يعني. تمام. ما بقتش قادر ارشح لك اقول لك روح اشتري سوزوكي اسبريسو، روح مش عارف ايه، لان تلك العربيات اصبحت لا توازي ثمنها. اقول لك اشتري سيلاريو ب 380,000 جنيه ولا ب 400,000 جنيه، هقول لك اشتري سوزوكي اسبريسو ب 350,000 جنيه. ما بقتش عربيات اقتصاديه وقادرين نرشحها زي زمان. لاجل هذا يجب ان تواجه التكنولوجيا الجديده، ويجب ان تفكر في السيارات الكهربائيه. الكلام ده كان مهم جدا، في تفصيل، في شرح، في ذكر الاسعار، في مقارنات، في كومباريزون محترمه، في القصه كلها اللي انت ممكن تبص عليها. تمام. شكرا، واعملوا شير لللايف ده لو سمحتوا، لانه كان مهم جدا وفي تفصيل لحاجات مهمه جدا. شكرا.